ايه ده؟ هاي، ازيكم عاملين ايه؟ موسم المانجا بدأ وتعالى اقرفكم فيها. اشتريت كيلو مانجا من السوق، والمهم وانا بشتريها الراجل حط لي دي في الكيس من غير ما اخد بالي، فهو بوزنها كده، فقلت له شيل المانجا دي، انت حطيتها ازاي من ورايا؟ قال لي بس خدها قبله بس على ضمانتي ومالكيش فيه. قلت له لا، انت بتديني مانجا فيها بذرتين، لا انا مش هاخدها. لا، ازاي ضميره يسمح له يبيع مانجا ببذرتين؟ دي قلة ضمير، والله العظيم الدنيا تقل خيرها. وبعدين المانجا غاليه، انت بتديها لي كمان غاليه. قال لي طب انا هقول لك على حاجه قبل، خديها لو طلع فيها بذرتين المره الجايه ليك عندي كيلو مانجا. معلش، هو حضرتك زعلانة عشان هي غالية ولا عشان ببذرتين؟ عشان بس الموضوع ده هيفرق معانا كتير. المهم بقى قلت بقى والله لما مقشراها قدام الكاميرا واوريها له عشان لو فيها اي حاجه ارجع بقى واقول له كده بايه بقلب جامد. لا، ناصحة وواعية وما يضحكش عليكي قروبة. فالمهم بقى وانا بقشرها زي ما انتم شايفين كده، قلت بقى ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. لا، خدي راحتك، احنا فاضيين. انا اهم حاجة عندي اعرف المانجا دي فيها كام بذرة. انا بقيت مهتم معاكي بهذا الموضوع. وبينكم وانا بفصصها كده كنت شاكه ان هي مش فيها بذره خالص، بس بعد ما شلت اللحم من عليها وخدتها بعد كده قلت انا انضفها كده ورا الكاميرا كده بنفسي، عشان الناس بتوع بابا ومامي ما يقولوش يا هي بتفصص المانجا بايديها، امال انتوا بتفصصوها بايه؟ لا، برجلينا معروفة، احنا بنعصر المانجا برجلينا. هو في حد بيعصر المانجا بايده برضه؟ المهم بعد ما نضفتها كويس كده طبعا ورا الكاميرا، انتوا عارفين نضفتها ازاي طبعا، وقلت متخيلين والله طنط المعركة، اكيد مش محتاجة تحكي حضرتك. بيني وبينكم اول ما لقيتها بذره صغيره كده انا محتاره اروح بقى اوري الفيديو للراجل واقول له اهو شوف فيها بذره، ولا الموضوع مش مستاهل وهي بذره صغيره وخلاص. بس لا، تروحي له طبعا وتاخدي رقمي، تتصلي بيا وتفتحي السبيكر عشان انا اديله كلمتين في جنابه ازاي يبيع لك مانجا. اصلا الراجل شرد نفسه، يعني هو غلطان ان هو باع لك مانجا اساسا. ربنا يسامحه.